نهاية يوم ذا الحجة بداية ليل من عاشور، هلا يا مرحبا والمملكة بأحلى لياليها. المحاورة هذه مهما قلنا عنها لن نوفيها حق. طبعا بين الشاعر الكبير عبد الله المسعودي والشاعر الكبير والغني عن التعريف مطلق الثبيتي، وقالوا بذاك الوقت ان المعنى يدور حول زيارة الرئيس الامريكي للسعودية. طبعا الكلام هذا ترى قبل 46 سنة تقريبا او 47 سنة. وقالوا ايضا معناها يدور حول زيارة جمال عبد الناصر رئيس مصر للسعودية، وقالوا لكن يبقى المعنى عند الشاعر عبد الله المسعودي الله يرحمه والشاعر مطلق الثبيتي الله يرحمهم جميعا. طبعا بداها الشاعر عبد الله المسعودي يقول: نهاية يوم ذا الحجة بداية ليل من عاشور، هلا يا مرحبا والمملكة بأحلى لياليها. أنا ما همني في الوقت لا مطلق ولا مستور، مركبها على قمة جبل وتهز رجليها. فقال الشاعر والدكتور مطلق الثبيتي: أنا أشوف المدافع فالمحاجي والفروض تثور، يدوم الكلب وانت جملها وانت راعيها، تقولها وانت محني في يدي حنية البكور، وانا اللي من قديم الوقت طابخها وشاويها. فقال عبد الله المسعودي البيت الشهير: عينت الشايب اللي لقمته ما وصلت الحنجر، فضيحة لانتفلها وانبلعها سمها فيها، من أول يا ذهبنا كنت في صندوقنا مسرور، وذا الحين تشالتك الحرامية بيديها. فقال مطلق: عينت الطرقي اللي شق قدره شعلة الداهور، ليا جاءته ضيوف الله يزري لا يعشيها، وانا ماني بشيء اللي عصاة راسها مشقور، لكن التاجر اللي جابها لازم يوديها. واخر الطروق قال مطلق الثبيتي: انا اشوف السمن سائل من القبه لي الزبزور، تصلح وجهها مير الكوايا في علبيها.